السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو جديد عن قناة الزمالكاوي. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب انصر اخواتنا في كل مكان، يا رب انصر اخواتنا في لبنان وفي غزة، وانصر اخواتنا في كل النواحي، سودان، ليبيا، عراق، كويت، كل الأماكن. ربنا ينصرنا جميعا، ومصر وكل الأماكن ربنا ينصرنا جميعا، ويجعل كلمة الحق هي الكلمة اللي على كل الألسنة. ربنا يبارك في فينا وفي أهالينا، ويبعد عننا كلنا كل سوء. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو يا قناة الزملكاوي بعنوان تعادل امام انيمبا. ده النص الاولاني من الفيديو، والنص التاني الهارب الخائن جوزيه جوميز. وما تضحكش على نفسك، وطبعا ادارة فاشلة، لكن بنتكلم عن نفسنا برضو. الهارب الخائن جوزيه جوميز. جوزيه جوميز اللي بيهرب وبيسيب النادي في عز ما انت بتحتاج له. هنتكلم بس في الجزء الاولاني عن جوزيه جوميز، الراجل اللي هرب، الراجل اللي سابك في وسط ما انت محتاج له، الراجل اللي معلش اللي عار على التاريخ ده، عار على تاريخ النادي. ازاي مدرب يسيبك في عز ما انت محتاج له ويمشي قبل مباراة هامة جدا، مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية، ماتش مصيري، ماتش هيفرق معاك فهنا في مصر بيفرق، وبياخد بعضه ويمشي وبيخلع وبيسيب الجمل وهو محمد. بقول لك ايه، ما تقوليش انا اتكلم معاك ان هو ظالم ومظلوم، مظلوم من اداره فاشله، اداره بقياده كابتن حسين لبيب. فشل في كل الملفات يا كابتن، بكلمك بصراحه. كل الملفات انت مش عايز اقول فاشل، بس يعني فشل. ازاي يا كابتن الموضوع يوصل معاك للدرجه دي؟ ازاي الفشل للدرجه دي؟ للاسف، للاسف ما كنتش حابب اعمل الموضوع ده، وما بحبش اتكلم عن الموضوع ده، لكن للاسف كل الملفات اداره فاشله في كل النواحي. العاب صالات ملهاش لازمه. النادي عنده مليون لعبه، بيلعبوا مليون لعبه، النادي بيلعب بمليون لعبه. ايه ازاي يا جماعه كده؟ تنس، معلش ايه، يد، طايره، سله، كل ده ايه؟ وكل يومين تفتح رجاله وستات، رجاله وستات. ايه ده يا عم؟ ايه ده يا عم؟ بنات وشباب. هو انت ايه؟ ده الانديه المحترمه اللي ما معاش تصرف بيقول لك الكره الاول، الكره الاول، واحنا في انديه اصلا ما نعرفلهاش يد ولا سله ولا طايره، وبنقول الكره الاول. النهارده اما تبقى داخل على 23 سنه، 24 سنه كمان، 24 سنه من غير بطوله افريقيا، انت بتلعب ايه ولا بتعمل إيه انت؟ ازاي بطوله افريقيا اللي بتتكسب بجنيه ونص، بجنيه ونص وتكسبها في بطوله افريقيا؟ ازاي يا جماعه كده؟ ازاي؟ ما احنا بنتكلم بقى، نتكلم بقى بصراحه. جوزيه جوميز ماشي، الراجل غار في 600 داهيه يا عم، 600 الف داهيه. تمام، انا معاك ان هو غار في 600 الف داهيه. طب ماشي، ايه بقى القصه؟ القصه المشكله مش فيها هو برضه، عشان تبقى عارف المشكله مش فيه هو برضه. فاهم قصدي؟ المشكله في كله، المشكله في كله. الفكره في ايه؟ الفكره ان انت، هل انت جهزت آه اسمه ايه، جهزت نفسك ان انت تمشي الراجل؟ لا. هل انت عايز تقعده؟ طب لا. طب انت بتعمل ايه؟ النهارده سقطه كبيره، احمد السيد زيزو، نتكلم بصراحه. فين احمد السيد زيزو النهارده؟ مستوى، قلنا يا جماعه الراجل يجدد له ويطلع عار، الراجل يتباع. لو نتكلم بصراحه، الراجل يتباع لو العمليه معاه مش ماشيه كويس، وده ما يزعلش حد. لا، قال لك ثنته ايه؟ طب اقعد يلا، هتجيب فلوسه منين؟ النهارده اصلا الراجل يعني قلبه عليك، بيقول لك يعني هتديني، ماشي هتديني كل الفلوس اللي في النادي، وباقي الالعاب التانية هتصرف عليها منين؟ ما هو ده الكلام الصح بقى. النهارده هتديله كل الفلوس اللي في النادي، باقي الناس هتصرف عليهم منين؟ باقي الناس هتصرف عليهم منين؟ ماشي، اديت للناس كلها الفلوس، باقي الناس تصرف عليهم ازاي؟ فانت برضو عقلها، عقلها وتوكل، مش ماشي تضبش. لا لا، اداره فاشله فاشله فاشله، وبنتكلم بصراحه. النهارده لحد النهارده معلش العب ماتش بتشيرت، وتاني ماتش تاني بتشيرت تاني، كل يومين بتشيرت. النهارده علامه زاك اللي هي القطريه دي معموله حمراء في التيشيرت، ومعموله في الدوري باسود، معموله حمراء في افريقيا، معموله في الدوري باسود. هو ايه ده؟ ايه ده؟ النهارده لعيبه فرز رابع، مش لعيبه للزمالك خالص.
عندك النهارده ميشيلاك. مين ميشيلاك ده؟ ما كناش نعرفه على خريطه طبق اليوم. ما نعرفش مين ميشيلاك ده في طبق اليوم. ده بسم الله الرحمن الرحيم كده. طب مين تاني؟ مين تاني غير ميشيلاك؟ قال لك انا ما اعرفش هو احنا رايحين فين. انا ما اعرفش احنا رايحين فين. ما نعرفش لا ميشيلاك ده اصلا في طبق اليوم. وده كله وانت كإدارة فين؟ انا ما اعرفش. وانت كإدارة فين؟ انا ما اعرفش. قلنا يا جماعة ما ينفعش نادي بحجم الزمالك يتبهدل البهدله اللي فيها دي. يعني ما ينفعش العمليه تبقى بالشكل ده. مفيش اي تعديل في اي حاجه. والعمليه من سيء لاسوأ. ومش عارف انت رايح فين ولا جاي منين ولا اي حاجه. ولا للاسف بتنزل للقاع. تنزل للقاع. طبعا يعني انا ما اعرفش. ممكن نسرد بص ايام وكلام وشور عن اللي بيحصل في مجلس الاداره ده. صفقات فاشله جدا جدا جدا. النهارده في لعيبه كتيره مظلومه في الفرقه دي. حسام اشرف ده راجل مظلوم، مش واخد حقه. لعيبه كتير. قلنا يا جماعه ما عندكش قطاع ناشئين اللي جاب لك الدوري. يعني قطاع الناشئين ما جابلكش دوري سنه. انا ما اعرفش ازاي قطاع ناشئينك جاب لك الدوري سنه. ازاي ما تعتمدش عليه؟ ازاي ما تعتمدش عليه؟ فبرضو دي نقطة أنا معرفش إن إحنا ليه واصلين الموضوع ده. يعني ده كله وأنت أصلا مفيش تركيز ولا في أي حاجة. و و والراجل يجي ويمشي زي ما هو. أكيد طبعا كلها كام شهر ويعمل لك وقف قيد ويبوظ الدنيا. عكاك. أيوة عكاك، راجل عكاك. ما نزعلش من بعض. الراجل كان عكاك وعكك الدنيا خالص. فاهم قصدي؟ لكن لا برضه ما تبقاش بالشكل ده. ما تبقاش بالشكل ده. مش اخرها بالشكل ده. قلنا وانتو جم السانكيو وقعدنا نقول. لكن مش بالشكل ده خالص. للاسف والله العظيم وربنا يعلم. انا دعمت الاداره دي قد كده. واتكلمت عليهم قد كده وقلت الناس دي بيطلع عينهم. والناس دي بتحدى العالم. الناس دي بيعيشوا اسوأ الفترات وجم والدنيا خربانه. لكن مش بالشكل ده. اولا مبادئ. مفيش مبادئ. اما تقول لي مش هلعب الدوري وتقوم عشان تهرب من ماتش الاهلي وتقوم. ما هي ما بتتفهمش الا كده. ما هي مش هتفهم الا كده ان انت هربت من ماتش الاهلي. مش هتبص لها انت عملت ايه وما عملتش ايه. لا لا. عمرها ما تبقى بالشكل ده خالص. عمره ما كانت الكوره كده بالنسبه لنا. الزمالك واحنا الزمالك مستنيين منه بطولات. مش مستنيين من الزمالك بطولات. احنا مش مستنيين من الزمالك بطولات. احنا عايزين بس الزمالك يكون كويس. عايزين الزمالك يكون كويس. عايزينه يكون دايما موجود في الصوره. مش مستخبي. كونفدراليه ايه يا جدع؟ كونفدراليه. نتكلم بقى شويه عن ماتش انيمبا. الزمالك بيتعادل خارج الدوري قدام انيمبا بدون شكل وبدون اي شيء. يعني مش عايز اكلمك الصراحه بس يعني هقول ايه. هقول ان انت اقل يعني اداء يعني الشوط الاولاني زقت الدنيا شويه. الشوط التاني العمليه ضايعه منا خالص. وخطأ عواد. مش هنتكلم بقى في الماتش خلاص. اصل جوميز مشي. هنتكلم في ايه؟ جوميز غار. خلاص نتكلم في ايه؟ يعني بص في الاول وفي الاخر هندعم الاداره ما قدمناش الا كده. وهندعم الفريق. كلنا ورا الفريق. وطبعا الجمهور التراس وايت نايت. ربنا يكرمكم. طبعا محتاجين منكم ان شاء الله ملحمه قدام المصري البورسعيدي. لان الصراحه وهنتكلم وهندعم اللعيبه وهنتنين ورا اللعيبه. لان الصراحه العمليه صراحه سيئه. كان معكم محمد فيديو جديد على قناه الزملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله. ادي لاخواتك ربنا ينصرهم. ربنا يكرمنا ويوفقنا في الليل. والسلام عليكم.